الناس هتفتكر ان الفيديو ده موجه للطلبه اللي لسه مخلصه ثانويه عامه، بس الحقيقه ان الفيديو ده موجه لكل الفئات العمريه، حتى لو انت سنك فوق ال70 سنه. حاليا اكيد حاله من الحالات اللي جايه دي، اما انت طالب لسه مخلص ثانويه عامه وما جابش المجموع اللي كان نفسه فيه فشايف يعني ان كده الدنيا خلصت خلاص وانتهت، يا اما انت دلوقتي طالب في كليه ايا كانت الكليه ايه بس شايف ان هي دي ما كانتش كليه احلامك، يا اما انت عامل اي نوع من انواع الاعمال ولكن ما تعلمش التعليم اللي كان نفسه فيه، او حتى موظف في شركه معينه لكن مش هي دي الوظيفه اللي انت كنت بتحلم بيها، حتى راجل سبعيني متقاعد شايف انه ضيع عمره في لا شيء. خليني اقول لك ان اللي وصلك لحاله من الحالات اللي فاتت دي كانت معايير المجتمع اللي احنا اتربينا عليها من واحنا صغيرين، ويعني اللي مش هيجيب فوق ال 90% في الثانويه العامه اذا هو شخص فاشل، او اللي مش هيخش كليه من كليات القمه اذا هو شخص فاشل، او حتى اللي مش هيشتغل في وظيفه معينه بمرتب معين اذا هو برضه شخص فاشل. دي معايير المجتمع اللي انت وانا وكلنا صدقناها من واحنا صغيرين، علشان كده اثرت في نفسيتنا ولغت شخصيتنا وخلتنا كده نتبعها واحنا مغمضين. فبقى طول الطريق ده حد حاول يثبت لنا عكس الكلام ده ويخرج بره الصندوق، كنا بنبقى دايما شايفين ان دي حالات فرديه وانه مش لازم تبقى متعممه على كل الناس. اكيد الاسهل بالنسبه لك انك تجيب مجموع كبير فتخش كليه من كليات القمه علشان ترتاح بعدين. اكبر اكذوبه اخترعها العالم في حق البشريه انه يقول لطالب في مراحل حياته انك لما هتتعب من هنا للثانويه العامه هترتاح بعدين. لان الحقيقه لو انت فاكر ان انت حتى لو وصلت لكليه القمه انك هترتاح، فالدنيا كلها ما فيهاش راحه. ان اي حد في اي مكان بيتعب بالقدر المناسب للمكان اللي هو موجود فيه. الدكتور بيتعب على قدر المكان اللي هو موجود فيه، المهندس بيتعب على قدر المكان اللي هو موجود فيه، المدرس بيتعب على قدر المكان اللي هو موجود فيه، كل حد فينا بيتعب بالقدر اللي هيكفي المكان اللي هو موجود فيه. مفيش حاجه اسمها اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين عشان مفيش بعدين. لو انت اصلا من البدايه داخل حاجه علشان ترتاح او توصل للراحه فانت بتفكر اصلا غلط. وكمان لو انت بتفكر في النهايه اللي هتبقى بس بالمقابل المادي فانت في اول طريق الفشل، لان ساعتها هيجيلك كل الانواع. الوقت اللي انت بتفكر فيه تختار انهي كليه مثلا او تختار انهي طريق تاخده، ترى اختار الحاجه اللي انا بحبها وهبدع فيها، لا امشي على تقاليد المجتمع واخش كليه من كليات القمه عشان هي دي اللي هتديني العائد المادي اللي هيعيشني بعدين. هيجيلك شخص من كل الفئات دي، يعني مثلا يجيلك الفريلانسر المشهور اللي اشتغل كجرافيك ديزاينر لشركات كبيره ومعروفه بره مصر وبيقبض دلوقتي بالدولار، ويقول لك ريح نفسك في كليه من الكليات السهله، تعلم الجرافيك ديزايننج بشكل معين واتعب فيه علشان هتشتغل شغلانه تقبضك بالدولار. شويه ويجيلك برضه جرافيك ديزاينر متخرج من نفس الكليه ولكن للاسف ما اسعفتوش الفرص انه يلاقي فرصه زي الاولاني يقبض بيها بالدولار، كرهك جدا في المجال ده ويقول لك بلاش وحاول تدخل كليه من كليات القمه. يجيلك دكتور مشهور بيقبض بالدولار برضه او بيقبض بمبلغ كبير جدا انت ممكن تكون مش متخيله، ييسر لك الطريق ويقول لك ايوه ادخل كليه من كليات القمه علشان هترتاح. في نفس الوقت يجيلك دكتور برضه ما اسعفتوش الفرص بيقبض بس مرتبه الحكومي اللي يمكن مش قادر انه يكفيه، راهق برضه في المجال الطبي ويخليك مش عارف تعمل ايه. عشان كده انا قلت لك انك لو فضلت بتفكر بنفس التفكير عامل بالظبط زي اللي واقف قدام حفره وعلى وشك انه يقع فيها. لو انت مستني اراء الناس اللي حواليك او اراء المجتمع انها تديك ايه هو الطريق اللي المفروض تاخده علشان تثبت نفسك وتحقق احسن نجاح، فمرحبا بك يا صديقي، انت على اول طريق الفشل. اللي نجح في الكليات اللي بيسموها كليات القمه سواء كانت الطب بقى او الهندسه او الصيدله او غيرها، هو كان قادر انه ينجح في المجال ده وان هو ده شغفه في الدنيا. هو شخص مكانه الاساسي في انه يكون وسط المستشفيات والمرضى او وسط المواقع ويهندس ويعمل بيوت ومسؤول عن الطرق والكباري وانه يعلم ويطلع اجيال. هو مسؤول عن كده، هو اصلا كان مخلوق لكده. ما ينقلكش تجربته على اساس ان ههو ده الطريق الممهد اللي انت هتمشي عليه لو مشيت وراه، لان طريقك مستحيل يكون زي طريقه. مثلا يقدر يستحمل يكون موجود في موقع بال12 ساعة وبال24 ساعة في الشمس والحر والنار، ويروح كذا موقع ويروح كذا مكان علشان يقدر يشتغل كتير ويحقق نجاح اكبر. لكن ممكن انت تكون في مكانه وما تقدرش تستحمل نفس الظروف اللي هو استحملها. ايه هو بيطلع عائد اكبر من العائد اللي انت طلعته وترجع تستغرب هو ليه احسن مني واحنا الاثنين في نفس المكان. الكلام حتى بينطبق على الدكتور. في دكتور يقدر يقف بال13 ساعة في العناية المركزة بيعمل عملية دقيقة جدا في المخ، ما يحسش بتعب وما يتحركش حركة غلط وما ياخدش نفسه حتى،
وتلاقيه بعد العمليه دي بس مجرد ارهاق، لكن كميه الانبساط اللي بيحس بيها وهو طالع من اوضه العمليات بعد ما انقذ حياه المريض دي عنده بالدنيا. انت لو في مكانه يمكن ما تقدرش تستحمل تقف كل الوقفه دي. مدرس مثلا بيقدر يقف على رجله بالساعات يهاتي وينحر في قلبه علشان الطالب اللي قدامه يستفيد بالمعلومه بالشكل الكامل. انت يمكن في مكانه تزهق وتتعصب وتبقى مش قادر انك تعمل نفس اللي هو كان بيعمله، ترجع تستغرب احنا الاتنين في نفس المكان، ازاي هو احسن مني؟ عشان انت اخترت الطريق بناء على رايه هو في مكانه مبسوط وسعيد وبيطلع العائد اللي يبسطه، علشان كده رجح لك الطريق ده بكل ثقه لان هو مبسوط فيه. ده مش معناه انه مناسب ليك. الحقيقه من البدايه ما خدش راي اي حد في الطريق اللي هو المفروض يمشي فيه، وخد الحاجة اللي هو نفسه فيها، الحاجة اللي ربنا ييسره ليها، تعب فيها واجتهد فيها فقدر يثبت نفسه وينبسط ويرتاح. فلو عايز تنجح عموما في حياتك حاول ما تاخدش طريقك اللي هتمشي عليه من طرق الآخرين. عيش تجربتك الكاملة لنفسك وبنفسك على حسب قدراتك وإمكانياتك ورغبتك وشغفك. الحاجة بقى المهمة إنك ما تفكرش في اول حاجه تيجي على دماغك وانك عايز اي طريق يجيب لك عائد مادي كبير جدا عشان تبقى غني، لانك فاكر انك لما تبقى غني جدا هترتاح جدا، لان الحقيقه دي هتحطك في مقارنه ظالمه. بصش على نتيجه الطريق وبص انت هتعمل ايه طول الطريق. كل اللي بص قدام على نهايه الطريق واستعجل ما قدرش يوصل ولا يحقق اي حاجه، لكن اللي فضل يبص على الطريق بتاعه ازاي يمهده ويزوده ويكتره قدر ان هو يوصل لفوق المستحيل. الحاجه بقى المهمه ان في ناس كتير قوي بتبقى فاكره ان اي حد وصل لحاجه كبيره كان عنده الامكانيات اللي يسرت له الحاجه دي. الحقيقه انه ده مش كلام جرايد، لكن 90% من الناس اللي حققت نجاح كبير جدا ما كانش عندهم امكانيات اصلا، كانوا بيبداوا بالمتاح. المتاح ده يمكن من وجهه نظرك لما عرضوا عليك دلوقتي تقول ان هو اقل من الحاجات اللي موجوده عندك اصلا. فطول ما انت باصص لان الامكانيات اللي قدامك اقل بكتير من انها توصلني للحاجات اللي وصل ليها فلان وفلان وفلان، هتبدا مش هتوصل، مش هتحقق حاجه وهتفضل مكانك. فحاول تسعى بقدر الامكان باقل الامكانيات، وفجاه طول الطريق هتكتشف بان الامكانيات بتزيد معاك بالتدريج وانت مش واخد بالك. انتوا عارفين مين اكتر انسان سعيد؟ هو الانسان الوحيد اللي ما بيشغلش باله بمين حقق ايه ووصل لايه، طول الوقت باصص لنفسه بس، ما بياخدش باله اصلا ان في حد سابقه بخطوتين ثلاثه، في حد معاه فلوس اكتر منه شويه، في حد عنده امكانيات احسن منه شويه، فطول الوقت بيشتغل على نفسه بس. عشان كده هو دايما حاسس بنفسه بانه بيتطور طول الوقت فسعيد. طول ما انت باصص للي حواليك بانهم عندهم حاجات وفرص اكتر من اللي عندك، طول ما انت هتبقى دايما مستصغر نفسك ومستصغر امكانياتك ومش هتعمل حاجه في حياتك. الموضوع ما بيبقاش واقف غير على قدرتك الذهنيه، وما اقصدش بكده انك تكون يعني ذكي او غبي او ان عندك قدرات عقليه اكبر من غيرك، اقصد بده بانه اي حد يقدر في اي حته عادي، ايا كان سنك، ايا كانت ظروفك، ايا كانت امكانياتك، تقدر تحقق الحاجه اللي انت نفسك تحققها مهما كان سنك يعني. فعشان كده كنت بقول ان الفيديو ده حتى لناس عندهم فوق ال70 سنه. لو انت شايف ان في حاجه كان نفسك تعملها وما عملتهاش وتقدر انك تعملها دلوقتي، ايه المانع؟ مكذبش عليكم، انا كنت زيكم دايما طول الوقت ببقى شايفه انه ادام الوقت عدى على حاجه معينه انا ما اقدرش اعيدها تاني. بس بعد كده اكتشفت انه الانسان طول ما فيه نفس بيتنفس عادي ويقدر يعمل حاجه بيوقفوش عنها غير دماغه. هو ما حركش نفسه ودماغه حركته بانه يعمل الحاجه دي مش هيعملها. ملهاش علاقه بسنه وملهاش علاقه بالوقت اللي هو فيه وملهاش علاقه بالحاجات اللي حواليه. فحصر الواحد النجاح في حاجه معينه في وقت معين اسوأ حاجه بتبوظ الدنيا كلها. يعني بما ان انا ما قدرتش اجيب مجموع في الثانويه العامه فانا هدخل اي كليه واسكت. النقيض، في ناس بتبقى رضيت بالمجموع اللي هي جابته في الثانويه العامه وبتدخل الكليه اللي اداها لها المجموع بكل سلاسه، وبتحاول في طريقها في الكليه دي تشوف ايه اقصى حاجه ممكن تعملها علشان تبقى مش زي الناس، فلاقيهم بيحققوا حاجات غيرهم ما قدروش يحققوها، او اللي دخل كليه من كليات القمه ما عرفش يعملها. الأكذوبة التانية إن الوقت ملوش علاقة بالنجاح. لو أنت دلوقتي طالب رفضت الرسالة اللي اتقالت في أول الفيديو ولسه بكمل الفيديو لحد الآخر ولسه في قلب الامتحانات، حاول تنسى العك اللي انت عكيته في الامتحانات اللي فاتت، تلم كده اللي باقي. وانت طالب بتتفرج عليا بعد النتيجة وما جبتش المجموع اللي كان نفسك فيه، حاول تنسى شوية النتيجة وتفكر انت ممكن تعمل ايه عشان تساعد بيه نفسك. توصل الحاجة اللي انت بتحبها واسعى فيها عشان توصل لها ايا كانت شكلها ايه. ولو انت موجود في مكان شايف انه بيستنفذك اكتر ما بيديك، اخرج منه. في نفسك في حتة تانية هتلاقي نفسك اكيد.
في النهايه خليك فاكر انك محارب ايا كان مكانك فين،